قتلني أبي بوحشية باستخدام سكين مطبخنا بعد أن كمم فمي وربط يدي خلف ظهري ونحر عنقي. أنا سمر من العراق، عمري 8 سنوات من العراق. دعني أخبرك قصتي. انفصل أبي عن والدتي بسبب خلافات قديمة، رغم أنه كان متزوجا من امرأة أخرى ولديه 5 أطفال آخرين، حيث كنا نعيش في محافظة كركوك على أطرافها في قرية تدعى يايجي. بعد انفصاله عن أمي قرر أن ينتقم منها بعد أن كان يبتزها ويأخذ المال منها. بعد أن أفلست لم تستطع أن توفر مالا له، قرر أن يجد طريقة جديدة للحصول على المال ويجعل أمي تندم على عدم إعطائه مالا. وفي يوم 29 من أيلول عام 2019 وبعد صلاة المغرب بوقت قليل ذهب إلى المطبخ وأخذ سكينا ومعه شريط لاصق وخرج إلى باب المنزل حيث كنت ألعب مع أولاد الحي، ثم ناداني وقال: تعالي يسمر، دعينا نمشي قليلا، لقد كنت سعيدة جدا، إنني سأذهب مع أبي. ومسكت يده وكنت ابتسم معتقدة أننا ذاهبون لشراء بعض الحلوى. ثم مشينا مسافة عن المنزل في اتجاه الظلام، حيث الأضواء بدأت تخفت وبدأ الهدوء يطغى والهواء رطب، حتى وصلنا إلى حوض أسماك في القرية. وفجأة ضربني أبي، ورأيت السكين التي كان يحملها بيده الأخرى يضعها جانبا، ثم كم فمي بشريط لاصق ووضع وجهي على الأرض، ثم ربط يدي خلفي وربط قدمي. كان قلبي يدق بسرعة من الخوف والرعب. كنت في حالة صدمة حين توقف الزمن رغم بكائي بصمت وصرخاتي التي لم تخرج من فمي وأنيني وألمي. إلا أنه أكمل ما كان يفعله، مسك السكين ونحر عنقي بكل برود ورمى السكين بجانبي، ثم رحل واختفى داخل الظلام. رغم كل ما شعرت به بتلك اللحظات، إلا أن كل شيء انتهى. بدأت أشاهد نفسي وأنا مرمية على وجهي مع بركة دم كبيرة حولي. بعد أن أكمل جريمته البشعة توجه إلى مركز الشرطة وأخبرهم أنني مفقودة، وإنه يود تقديم بلاغ على 5 أشخاص هو في الأساس لا يعرفهم. وهكذا بدأ يبتز الناس من خلال قتلي ويشتكي على كل من لديه مال حتى يعطوه مالا ثم يتنازل. وجدت الشرطة جثتي بعد أيام، لكن لم يعرفوا أن أبي هو المجرم الحقيقي إلا بعد مرور 2 سنين، حتى أنه لم يقم بأي مجلس عزاء لي. تم كشفه بعد مراقبته وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيق اعترف بجريمته التي كان غرضها من الأساس هو المال.